مرحبا، الدكتور حسن البحراني من مركز البحراني للعيون والشبكية في أربيل. هاي حالة مريضة عندها قصر نظر، سوت عمليات إزالة العدسة الربانية وزراعة عدسات على مود قصر النظر، لكن هاي الشيء أني ما أفضله. أفضل زراعة عدسات الآيسيال بمرضى قصر النظر. المريضة صارت معها التهاب جرثومي بكتيري داخل السائل الزجاجي، مما أدى إلى خطورة العمى، فأجرينا لها عدة أبر وزرق أبر مضاد حيوي اللي هو antibiotics، وهو مكون من عدة antibiotics، عدة مضاد حيوية، مع أيضا كورتيزون لعلاج الالتهابات. ومن ثم أجرينا عملية قص السائل الزجاجي. تشوفون هذا السائل الزجاجي اللي هو مثل الوسخ ببياض، هاي هي البكتيريا والشوائب اللي موجودة بالسائل الزجاجي. طبعا أجرينا العملية وهي عندها قصر نظر، فإحنا كنا نتصور أنه هي على خطورة، عندها انفصال شبكية، وفعلا عند إجراء هاي العملية لاحظنا وجود ثقوب في الشبكية. فبعد إكمال عملية قص السائل الزجاجي، هنا كانت الحجرة الأمامية مليانة من الالتهابات، فنظفناها بالAC واش، وتم تنظيف الحجرة الأمامية من الالتهابات. وبعدها تمت إجراء الليزر للمكانات الضعيفة بالشبكية وللثقبين الموجودين تقريبا على واحد على ساعة 12 وواحد على ساعة 10، وثم تحويل الماء إلى هواء. وهذه صورة العين بعد العملية 29 يوم بعد العملية. شكرا.